السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معاكم النهارده ان شاء الله الشيف ميمي. هنعمل شويه خضار سوتيه جميل جدا للكبار وللصغيرين وللاطفال. بصوا ما شاء الله الخضار، الالوان بتاعته جميله، الالوان شكلها تحفه. هنعملها بحاجات جديده كده حلوه. في بنات ما بتاكلش الخضار وما بتاكلش الصلصه، تقول لك لا مش هاكل خضار احمر، كله يقول لك مش هاكل الخضار بالصلصه الحمراء. لا، هنعمله خضار سوتيه. ايه رايكم؟ هنشوف الخضار السوتيه هنعمله ازاي. وانا بوجه كلامي كله للبنات بتاعت المدارس اللي شغاله على الاكل بتاعت بره. السوتيه والخضار يا حبايبي لازم تاكلوا الخضار الاحمر، لازم. ما تجيبوش الاكل بتاع بره. هنشوف الفاصوليا وادي البسله والبطاطس والكوسه والجزر. يلا عشان ما اطولش عليكم، هنشوف نعمل الخضار السوتيه ازاي يا حبايب قلبي. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا جزر، بطاطس وكوسه وفاصوليا خضراء والبسله معايا اهي، بس انا مفرزاها عندي في الفريزر يا حبايبي، مش جايباها. الفاصوليا طبعا احنا بنقمحها بس ما بخليهاش صغير، بقطعها كبير كده. هنشوف هنقطعها ازاي الخضار ده كده. بص هنقطع. عندك القطاعه ديت بتاعت المخلل، عندك ما عندكيش باي سكينه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنشوف على البنات اللي هي ما بتاكلش خضار، بيقولك ايه لا مش عايزين ناكل خضار احمر. لا مش خضار احمر، لا احنا نعمل لهم شويه سوتيه بس الخضار نفسه وممكن نعمله سلطه هنقطعه زي كده اهو. يا حبيبي ما تقطعوش صغير عشان ما يتهريش. نقطع بقى البطاطس كمان اهو. بصوا مش رفيعه اهي، عشان انتوا عارفين البطاطس ما بتستوي بتبقى عامله ازاي اهي. برضو كده اهو زي الصوابع كده بس مليان اهي. بصوا شو الصباع عامل ازاي اهو، ولا كبير ولا هو صغير، بس سميك شويه اهو. وادي الكوسه اهي، نعملها على 3 شرايح كده اهي وكده، ما تجريش اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. برضو صوابع اهي زيها، برضو مش تخينه ولا رفيعه. يا حبايبي انا قطعتهم كلهم اهوت. هغسلهم، انا غسلاهم بس طبعا مطرح ايديا وكده. هغسلهم تاني وارجع لكم. يلا يا حبايبي ادي حله على النار اهيت، الميه ما غليتش لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الخضر هحط بس الفاصوليا والجزر. الفاصوليا والجزر بس عشان بياخدوا سوا عن البطاطس والكوسه والبسله. البسله انا مفرزاها طبعا، مديالها ايه غلوه، فطبعا هي تاخد بس غلوتين ونشوف هنعمل ايه تاني. حبايبي انا غليته بس 10 دقايق اهي، وبقيت الخضار اهوت البطاطس والكوسه وادي شويه البسله اهو. حطيت كله على بعض اهوت عشان ما بياخدوش سوا. ومعايا هنا معلقه ملح ومعلقه سكر وشويه كمون صغيرين وشويه ملح. شويه ملح، معلقه السكر عشان الخضار يفضل على لون. دي من عندي عود كرفس اهو. هيغلي كمان يعني 10 دقايق كمان اهو. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبايبي. خلاص كده هي ما بتبقاش مستويه، لازم يكون فيها قرمشه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا كده خلاص اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه السكر يا حلوين يا بنات يا صغننين. معلقه السكر بتخلي الالوان حلوه كده خضره كلها، زي ماده حافظه، مش ماده حافظه، لا بتحافظ على الالوان بتاعت الخضار. انا هصفيها بقى اهوت. لما اجي اهي مكعب زبده حته زبده على قد الحته اللي انتوا هتعملوها، يعني على قد الكميه. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعملوا كده اهو. الزبده هتسيح في الوسط اهي يا حبايبي. الزبده ساحت فيها اهيت والحله سخنه. الخضار ما بيتشطفش يا حلوين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بصوا الالوان الجميله بتاعته اهيت
اه الخضار اهوت يا حبايبي. ينفع برضو للي عامل دايت يا حبايبي، واللي في بنات ما بتاكلش يقول لك لا مش هناكل فاصوليا خضراء، مش هناكل صينيه بطاطس. في بنات كتير وفي ناس كبيره كمان ما بيحبوش الصلصه، فممكن دوت اهو الخضار يتعمل كله تشكيله خضار السوتيه ويتاكل يا حبايبي. بس ما تخلوش الخضار يستوي قوي. انا اديته عشان عارفين البطاطس بتعمل ازاي. انا ما خليتهاش ال10 دقايق، هو خد مني كله 18 دقيقة الخضار كله. لما استوى ما بخلوهوش يستوي خالص، في لازم تاكت قرمشة. ينفع للكبار وينفع للصغير وللأطفال كمان. اهوت حتة الزبدة بتخليه الطعم بتاعه حلو قوي. ما تعملوهوش بسمنة ولا ممكن زيت زيتون، اللي عنده زيت زيتون يحط زيت زيتون. البنات اللي ما بتاكلش الخضار خالص، اللي صحتها بقت فيستك، كله ياكل من بره، يقول لك نجيب شويه كشري نجيب مش عارفه ايه، ما بياكلوش خضار خالص. الخضار اهوت. وممكن السلطه، الفاصوليا نعملها سلطه، البطاطس نعملها سلطه، ممكن تنفع كل حاجه يا حبايبي. ان عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايكات الجميله بتاعتكم يا حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.